عمل تباعد ما بيني وما بين افراد اسرتي. واجب علينا ان احنا نتاكد من البيانات دي. هيعمل تباعد ما بينك وما بين افراد اسرتك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي بدل ما المفروض بقضي وقت كويس وممتع مع العيله بتاعتي ومع اسرتي ومع بابا وماما، لا ده انا بضيع وقت كتير جدا على التواصل الاجتماعي. وكمان ممكن بياناتنا الشخصيه تتسرق، وكمان حساباتنا البنكيه والشخصيه تتسرق. معلومات غير صحيحه على شبكه الانترنت، عشان كده لازم كلنا نتاكد من صحه المعلومات قبل ما ننشرها. يعني في ناس كتير مهمتها انها تنشر معلومات ملهاش اساس من الصحه. الهيئات العلميه والمكتبات الحكوميه والجامعات بتنشر كتب ومجلات. الكتب والمجلات دي متخصصه في المجال اللي انا عاوزاه، المجال اللي انا محتاجاه، هلاقيها في الاماكن دي، اروح ابحث واجيبها منه. الموقع اسمه بوابة مصر الرقمية. بعمل منه شهادة الميلاد والرقم، جواز السفر والرقم بطلعه قول بطلعهم منين؟ من بوابة مصر الرقمية. طب مين اللي بيكافح الجرائم الإلكترونية؟ وزارة الداخلية. موقع بوابة مصر الرقمية بنطلع شهادة الميلاد وجواز السفر رقم قومي. قومي قولي يا رحاب. شهادة ميلاد جواز سفر رقم قومي. بنطلعهم منين يا يوسف؟ من بوابة مصر الرقمية. برافو عليك. قول. برافو عليك. بنطلعهم منين يا سما؟ منين بنطلع شهادة الميلاد؟ من بوابة مصر الرقمية. مين اللي بيعمل لي مكافحة للجرائم الإلكترونية؟ وزارة الداخلية. انتوا شاطرين خالص. يلا بينا بقى نحل اللي على السبورة. برافو عليك. طب صح ولا غلط؟ غلط. في التواصل غير اشارات الدخان. لان الدخان كان في عصور ما قبل التاريخ. لكن الرسائل امتى يا ولاد؟ تاريخية. يبقى غلط. برافو عليك. نجيب القلم ونحل. يبقى غلط. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. زي ما انتم شايفين بدأت معاكم اليوم في المدرسة ما بين طلابي وولادي وحبايبي. انا بعتبرهم ولادي فعلا مش الطلاب بتوعي، وانا دايما بكون قاصده اشيل ما بيننا اي خوف عشان يقدروا يتقبلوا المعلومة بكل سهولة. المهم بقى ان انا بعد ما خلصت اليوم الدراسي نزلت على السوق عشان اجيب شوية حاجات ناقصاني كده في البيت. بصراحة البيت كان ناقصه حاجات كتير، قلت فرصة كده اروح بعد المدرسة اجيب كل اللي ناقصني، وكمان اجيب ولادي من الحضانة. يعني انا عاوزة اقول لكم ان انا يومي كله مع الاطفال، سواء بره البيت فانا بتعامل مع اطفال في المدرسه، او جوه البيت فانا بتعامل مع اولادي. يعني انا عاوزه طولة بال، ومش عارفه بصراحه هجيب طولة البال دي منين. انا بصراحه كل ما بشوف تصرفات ولادي وتصرفات طلابي في المدرسه بقعد اقول لنفسي يعني احنا ما كناش كده واحنا صغيرين، احنا كنا بنخاف من النظره حتى. يعني المدرس بتاعنا لما كان بيقول لنا اسكتوا كنا بنبقى قاعدين زي التخته اللي احنا قاعدين عليه. لكن دلوقتي لو انا قلت للعيل اسكت يقول لي طب اسكت ليه؟ طب عشان ايه؟ طب انت هتقولي ايه؟ فهنستنى يعني ايه من جيل البلاي ستيشن والتيك توك غير الكلام ده. لكن الجيل بتاعنا بصراحه كنا غلابه، يعني اخرنا نلعب استغمايه، نط الحبل، 7 طوبات، حاجات بقى من اللي هي الالعاب اللي كلنا عارفينها دي. وكمان بالنسبه لللبس يا بنات، يعني انا عن نفسي اللي كانت امي بتلبسه لي كنت بلبسه وبمشي. لا دلوقتي لازم تغيروا الموضه، تغيروا له الستايل، لازم الستايل اللي عاجبهم، الموضه اللي عاجباهم، الالوان اللي هم يختاروها. يعني احنا بقينا بنجيب على مزاجهم هم وعلى ذوقهم هم، احنا ما بقاش لنا اي رأي خالص ولا تدخل في لبسهم. لا وكنا واحنا صغيرين كمان بنساعد مامتنا، بنغسل الاطباق، بنكنس الاوضه بتاعتنا، بنغير الملايه. لا دلوقتي ماما انا جايه تعبانه من الدراسه، انا عاوزه انام شويه، انا لسه راجعه من المدرسه. الكلام ده كله احنا حفظناه. على ما البنوته فيهم بتعمل شغلانه بكون قلت لهم كذا مره عليها، واحنا في سنهم كده كنا بنساعد مامتنا من غير ما تقول لنا. بس بصراحه احنا كان عندنا وقت عنهم. يعني هما دلوقتي
اغلب وقتهم ضايع يا اما تيك توك يا اما بابجي يا اما بيتفرجوا على اليوتيوب 24 ساعة. احنا كان الوقت عندنا محدد للتلفزيون، كان التلفزيون بيتفتح في وقت معين. دلوقتي التابلت متاح في كل وقت والتلفزيون والنت متاح في اي وقت، فتلاقي عندهم الوقت ضايع. لكن عندنا كان الوقت فيه بركة عن دلوقتي. ولو كنا عملنا حاجة غلط كانت النظرة بس بتاعت ماما أكبر عقاب، كانت كفيلة تخليني أمنع الأكل والشرب يومين 3. لكن دلوقتي بقى لو منعت المصروف أو منعت التابلت أو التليفون بيبقى يعني عقاب ليا أنا مش لهم هم. العقاب أنا بحس إن أنا اللي بتعاقب مش هم اللي بيعملوه. لكن بصراحة المعاملة مع الأولاد عايزة ذكاء جامد جدا، لأن دماغهم بقى مش زي دماغنا وإحنا أطفال. يعني الجيل دلوقتي مختلف تماما عننا وإحنا صغيرين. زمان برضو كنا لو رحنا الحديقة أو الملاهي بتبقى فسحة بنفضل عليها يعني من السنة للسنة، وبنبقى مبسوطين جدا جدا وقاعدين كده بنحكي طول السنة في جمال الرحلة. دلوقتي ممكن تقعدهم في مصيف أسبوع 10 أيام وتبقى مكلفة وصارفة واخدة شقة واخدة شاليه وعاملة كل حاجة حلوة، وبنخرجهم كل أسبوع أو 10 أيام، وفي الآخر بتحس إن فسحتهم ناقصة عشان يعني كانوا عاوزين يروحوا الحتة الفلانية وانتي ما وديتهمش. ولا المصروف يا بنات ده قصة لوحده. أنا كنت باخد 2 جنيه مصروفي، كنت بجيب بيه بسكوت وعصير وكمان منه مواصلاتي، وكمان كان بيتبقى منه فلوس كمان كنت بحوش. دلوقتي انا بديلهم 20 جنيه للعيل الواحد بس 20 جنيه، بيقول لي هي ال 20 جنيه هتشتري لي ايه النهارده؟ يعني كاني مديالهم ورقه فاضيه. زمان كنا بننام الساعه 8 غصب عننا، بس كنا بننام الساعه 8. دلوقتي انا مش هنام لما اخلص الحلقه الفلانيه من المسلسل الفلاني، وممكن ما يناموش غير بعد الساعه 1 بالليل. طبعا ده اخطر حاجه على دماغ العيل وبالذات الاطفال. اما بقى بالنسبه للتصوير، زمان بقى كنا بنتصور وممكن نفضل كده اسبوع نستنى الفيلم لحد ما يتحمض والصور تطلع، وممكن تطلع صور مش مظبوطه، مش عاجباكي، مناخيرك مش باينه، الوقفه مش مظبوطه. دلوقتي بقى التصوير فوري وفي تعديل وفلاتر، وممكن تحط صورتك في مكان انت ما رحتوش اصلا كأن انت يعني متصوره في المكان ده، وحاجات غريبه كده انا بشوفها. زمان برضو بنات انا لما كان حد بيكلمني كنت بتكسف كده وكنت بستخبى ورا ماما او بابا. لا دلوقتي بقى الطفل بقى عنده 6 سنين وبيفتح مواضيع كبيرة على سنه، وممكن كمان يفتح قناة على اليوتيوب ويعمل بث مباشر. بيعملوا كمان تحديات وجولات على التيك توك. زمان برضو كنا بنكتب رسائل وكنا بنحتفظ بيها، وكنا دايما بنحتفظ بالرسومات بتاعتنا. دلوقتي عاوزة اقول لكم ان السناب شات بيمسح الرسائل كل 24 ساعة. وحوار العيدية ده حوار تاني خالص. يعني انا كنت باخد عيدية 5 جنيه كنت بطير بيها من الفرح. دلوقتي بتدي للعيل 200 جنيه. ايه ده 200 جنيه بس؟ انا كنت عاوز بلاي ستيشن 5. زمان برضو كان مصدر معلوماتنا المجلات، المكتبة بتاعت المدرسة، بنقرأ قصص الأطفال. لا دلوقتي بقى مصدر معلوماتهم جاية من التيك توك ومن النت ومن اليوتيوب. أما الصحاب بقى يا بنات، زمان كانوا صحاب العمر والصداقة الحقيقية فعلا اللي لسه عايشة لحد الآن. إنما دلوقتي يقولك ده الفريند بتاعي عارفه من على النت، ده صاحبي عرفته من على لعبة بابجي، ده احنا اتقابلنا سوا في لعبة مش عارفة اسمها ايه كده. يعني حاجات غريبة، ده مش صداقة ابدا. تعالوا شوفوا الصحوبية بتاعت زمان والصداقة اللي هي الاخوة فعلا بتاعت زمان. النهاردة في حاجة اسمها اونلاين فريندز، طول اليوم بيلعبوا مع بعض وهم اصلا ما يعرفوش شكل بعض. يعرفوا ايه الجيل ده عن الصحوبية والصداقة بتاعت زمان اللي بتعيش العمر كله. عاوزة اقول لكم ان في ناس رزقها في الحياة هو اصحابها. انا مش بعيب على الجيل ده والله ابدا، بالعكس كل جيل له مميزاته وتحدياته. بس الفكرة ان في حاجات كتير اتغيرت بشكل مضحك وغريب عن جيلنا طبعا. بس التغيرات دي كلها خلتني اقف كده واسأل نفسي سؤال، يا ترى احنا جيلنا كان اسهل ولا هما جيلهم اذكى مننا؟ المهم بقى يا بنات، انا نسيت نفسي خالص في الكلام عن الجيل ونسينا خالص الروتين. انا لحد هنا كنت رصيت كل الحاجات اللي انا جبتها من بره، الزيت بقى والسكر والسمنه والمكرونه والشعريه والتوابل بتاعتي وكل الحاجات اللي كانت ناقصه خزين البيت. كان ناقصني شويه حاجات كتير جبتهم رصيتهم بقى في ضرفه الخزين. وكمان كنت اشتريت توم وبصل قبل ما احطهم في التربو. همسك التربو كده امسحه من بره ومن جوه. هو انا كنت غسلاه قريب مش محتاج غسيل، فانا هديله مسحه بسيطه كده وسريعه من بره. وهمسك كده المقشه الصغنطوطه والجاروف ديت، اي بقى قشر بصل قشر توم في الادراج بتاعتي هبدا ان انا اخرجها بيه. بصوا يا بنات، الشغلانه اللي انا بعملها دلوقتي مش عاوزه ارجع لها تاني. يعني وانا بنظف في نيتي ان دي تنظيفه العيد، عشان كده الحاجه اللي انا بعملها باتقان. يعني مثلا قبل ما احط التوم والبصل في التربو همسكه امسحه مسحه كويسه، لو محتاج غسيل هغسله هشيله من مكانه همسح تحته، بحيث ان انا لما اجي اروق بقى ترويقه للعيد تبقى ترويقه سريعه كده ما
تاخدش مني لا وقت ولا مجهود. زي ما احنا شفنا كده مسحت تحت التربو كويس، وطبعا من جوه الادراج نظيفه، لميت القشر بتاع التوم والبصل اللي فيها، وهرجع التربو تاني مكان. بصوا بقى انا من النوع اللي بحب اشوف الزرع في كل مكان، حتى في المطبخ تلاقوني بقى حتى شجره في المطبخ، تلاقيني حتى فازه في المطبخ، اي مكان بروحه تلاقيني حاطه فيه. ممكن تلاقيها في التلاجة، ممكن تلاقيها في الدولاب، في اي مكان لازم بحب اللون الاخضر حواليا. بحس ان المكان ناقصه حاجه كده لو ما حطيتش فيه زرع، سواء صناعي او حتى طبيعي. يعني البلكونات بتاعتي كلها مليانه زرع طبيعي. في المطبخ بقى عندي المكان ده فاضي كده جنب التربو، فانا حطيت فيه الشجره دي. بصوا بقى يا بنات، وانا بشتري بطاطس، جبت بطاطس صغيره كده تنفع اسلقها، وبطاطس تانية كبيره شويه للتحمير، فانا خليت دي في درج ودي في درج. وزي ما قلت لكم بقى اشتريت توم وبصل، بس البصل بصراحه يا بنات دلوقتي ما ينفعش للخزين خالص. التوم برضو مخلصه خزين التوم بتاعي، التوم الجديد خلاص طلع اهوت. هخزن برضو توم. انا لما بشتري التوم مش بحب احطه كامل كده زي ما هو في التربو، بجيب المقص كده وبقطع الجزء اللي فوق ده منعا للكركبه في التربو، وكمان شكله بيكون احسن كده وبياخد مساحه صغيره. وكمان برضو بقشر القشره اللي فوق دي اللي ممكن ان هي توقع لي قشر في التربو او حاجه. لما بشتري خزين التوم بتاعي بحفظه بطريقه تانية في مكان تاني، بجيب منه كده شويه بشويه، وبعمل فيهم نفس الحكايه كده وبحطهم في التربو. لما بيخلص بجيب مكانه تاني. هو التوم بصراحه دلوقتي جديد وحلو كده، والفص منه ب10 كده لما بيبقى قديم، ريحته طالعه كده، وبصراحه 2-3 منه على الطبخه يكفوا زياده. كنت حاطه منهم 3 فصوص بالظبط كده، وفرماهم على طشه الملوخيه، كانت قلبه ريحه البيت، وكمان الطعم كانت فارقه كتير جدا على لما يبقى التوم قديم. مش بقلل خالص من طعم التوم القديم، بس التوم الجديد كده بيبقى ليه ريحه كده وليه طعم مختلف خالص، بيبقى حامي شويه كده وفي لسعه شويه كده في الطعم عن التوم القديم. انا بصراحه لسه ما خزنتش، عايزه بقى اعمل حسابي واخزن توم الفتره الجايه. هنا بقى انا كنت خلصت، قطعت كل رؤوس التوم بتاعتي، فاضل بس ان انا الم بقى كل الكلام ده والم القشر ده. هرجع بقى الرخامه زي ما هي تاني، هلم قشر التوم. تخيلوا بقى ان كل القشر ده كان ممكن يكون في التربو، عشان كده انا بحب اعمل الخطوه دي قبل ما بحط التوم بتاعي اول ما بشتريه في التربو. يعني اول ما بشتريه بجيبه كده على الرخامه زي ما انتم شفتم، اقشر الزيادات بتاعته اللي بتبقى بره ممكن تقع في درج التربو، وكمان بقطع الجزء اللي فوق ده واحطه على نظافه في الدرج. عاوزه اقول لكم ان انا مش هاين عليا خالص ان انا احط التوم كده في درج التربو من غير ما اكون حاطاه في طبق. يعني من نظافه التربو خايفه يقع فيه تراب، يقع فيه قشره او حاجه، فانا هحطه زي ما هو في الطبق البلاستيك بتاعه، وهاخد على حسب احتياجي. هنا بقى كنت حطيت كل حاجة مكانها، التوم والبصل والبطاطس بتاعة السليق والبطاطس بتاعة التحمير. خلاص التربو اتقفل خلاص ونضيف، مش محتاج اي حاجة. المكان بقى هنا اللي فوق التربو ده محتاج بقى نظافة. هنا بقول لكم ان انا كنت معلقه ليد في الكورنر ده، بس لما جت درجه الحراره يعني كانت عاليه، هو فك بصراحه اللزق بتاعه، فانا معلقتوش تاني. بس هو كان شكله حلو بصراحه، كان عامل اضاءه كده وشكل جميل، بس انا لما اللزق بتاعه فك مع درجه الحراره زي ما قلت لكم ما رجعتش اعلقه تاني. مستنيه اجيب حاجه يعني الزقه بيها ما يفكش، او حاجه تثبته لي اكتر. يا ريت لو حد فيكم يعرف اثبته ازاي يقول لي في الكومنتات. هنا بقى كنت بمسح الرخامه وهرجع كل حاجه مكانها تاني. انا في المكان ده بحط الكتل، بس الكتل بتاعي بايظ، ان شاء الله هشتري واحد جديد قريب. مستنيه بس اقتنع كده بنوع معين او براند يكون كويس، شكله يكون حلو وكمان نوعه كويس. فلو حد برضو يعرف نوع كويس للكتل يقول لي في الكومنتات. في انواع كتير، بس انا جبت بصراحه اكتر من واحد ويتحرق ويبوظ مني، فانا عاوزه نوع يكون معمر. يعني اخر واحد ده وقع والازاز بتاعه اتكسر، فانا قلت يلا خد الشر وراح، ان شاء الله هجيب واحد تاني قريب. في الوقت ده بقى انا كنت بقفل خلاص شغلي النهارده في المطبخ. بالنسبه للغدا بقى، وانا راجعه من بره شويت سمك. رجعت البيت عملت رز وعملت سلطه واتغدينا، وغسلت كمان الاطباق بتاعه الغدا. هسيبكم في رعايه الله، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.